اتكلموا كتير جدا عن بر الأبناء بآبائهم، بس عمرنا ما سألنا نفسنا هو فين بر الآباء بأولادهم؟ يا كل أب وكل أم، الولاد مش استثمار ولا حساب بيتفتح وقت الكبر. البر يا جماعة مش بيتعلم بالزعيق ولا بالطاعة غصب. البر بيتزرع في ولادنا بالحب وبالاحتواء وبالكلمة الحلوة. يعني ما تكسروش ولادكم، يعني ما تطلبوش بر وانتوا اصلا مدينهم اسوأ من صغرهم، ولا تطلبوا من اولادكم طاعة وانتوا مديين خوف، وكمان ما تطلبوش منهم احترام وانتوا ناسين اصلا الرحمة بينهم. يا جماعة الولد او البنت ما بيطلعوش كده عاق فجأة. الولد بيتكون من اهمال ومقارنة وكسر خاطر، والتلاتة دول كارثة للأطفال يا جماعة. وبعدين نستغرب ليه بقى أولادنا قاسيين علينا؟ ده النبي عليه أفضل الصلاة والسلام قال: أعينوا أولادكم على بركم. يعني خليك سبب مش عبء عليه، وخليك سند ليه مش ضغط عليهم. ربوا ولادكم صح يا كل أب وأم، حبوهم. قبل ما تطلبوا منهم اسمعوا لهم، وقبل ما تحاسبوهم اعدلوا بينهم الأول. يا جماعة اعدلوا بينهم قبل ما تلوموهم. بر ولادكم النهاردة علشان يبروكم بكرة، لأن الدنيا ما بتنساش، وكل واحد فينا بيحصد اللي زرعه، واللي يزرع حب يحصد بر.